الجزائر في خطر، والمافيا استولت على الحكم بعد مرض الرئيس. مافيا أخطر من المافيا الإيطالية، هكذا قال هذا الرجل صاحب الخطوات المتثاقلة أحمد بن شريف، 86 سنة، عقيد سابق في الجيش الوطني. تصريحات يقول أنها من رجل شجاع يعي ما يقول ويضع الجزائر فوق كل اعتبار. Actuellement, on assiste à une atteinte à la sûreté intérieure de l'État provoquée par la mafia politico-financière استولوا بالحكم من مرض صديقي وشريكي في الكفاح بوتفليقة. ماهوش جايب خبر انكونسيون، اللي انكونسيون كلمته وما يكلمني ما يقدرش يتكلم. أحمد بن شريف سأل الجميع عن سر تعيين بالخادم وأحمد يحيى، ورد عن عمار بن يونس، وحمل مراد مدرسي مسؤولية ما تعيشه الجزائر. بالتالي هذاك تاع بالخادم وتاع ويحيى ما استقربتوش فيه تعينوا. يا عمار بن يونس بوفر بوغر، توني كان بوفر بوغر، يا مش كنت تقول بتفريقه وتسب فيه، عطالك مسؤوليه يتمي اور ديتا دونوير. قال يدريج لو بيي افيك سا تيت. مي مون بوفر بوغر، لا بي سي سي كوا؟ Accident vasculaire cérébral. C'est une maladie irréversible. مدرسي هو اللي دار البلبلة في الجزائر كلها، عفس على القوانين وعفس على الدستور. بن فليس هو الرجل الشجاع حسب العقيد السابق، وأنه الرجل الذي بإمكانه أن يقود الجزائر إلى بر الأمان. علي بن فليس علاه صوتوا عليه؟ أولا شاب، ثانيا مثقف، ثالثا رجل شجاع يتم على الكلمة. هكذا قال. سجل يا تاريخ أننا سمعنا من هذا الرجل ونقلنا عن لسانه ما قال لوضع في الجزائر يراه العقيد أحمد بن شريف أنه يبعث على القلق.